السلام عليكم ورحمة الله. الليلة جبت لكم أكلة من أكلات دارفور الجميلة، الناس كلهم ما بيعرفوها، اللي هي أكلة الخميس تويرة أو الكسرة العسلة. ودي أكلة مشهورة في دارفور وبيعتبروها زوادة بتاعت مسافر. هي عبارة عن كسرة مجففة بتتحضر بطريقة معينة. مثل الكسرة دي شنو؟ إنك أنت لما تاكلها إذا شربت وراها موية بتشعر بالشبع لأنها بتفور وبتنفع. عشان كده بينصحوا الناس إنه ما ياكلوها ناشفة إلا بعد ما شنو يبلوها بمويه برا، بعد ذاك تناولوها بالمعلقه. وهي حاجه جميله. خليكم مع الفيديو اللي بيشرح طريقه عملها مع خالتنا دي. كسر العسلة عبارة عن الكسرة العادية دي، لكن بتتعمل بدقيق زريعة بدل السكر. العسلة ذاتها مؤثلة الزريعة. الزريعة دي ايش؟ الدخن ذاتها بنجي نزرعها وبعدين نبل البودرة بتاعت الزريعة، ونجيب دخن وحبة دقيق دامرقة، دخن المفندق المنظفة ومع دقيق دامرقة. نملك الكسرة نفس الطريقة اللي بنعملها ونهلها بموية الزريعة دي، يعني نكب موية الزريعة دي فيها عشان يكون رقيقة. تدقاس كيف؟ تجيب كاس تحط الساج في النار، بدل ما تدقاس بالقرقريبة تدقاس بالكاس يعني دائري زي القراصة، وتجي تغطيه بغطاية، بعدين بتكون مقددة زي كسرة الحبش. بينشفوا الكسرة دي. الكسرة دي أصلا بتتأكل بالزبادي أو بملاها المفروكة أو ملاه أبيض، شرموط أبيض، لكن الناس بيعملوها للزوادة. يعني الكسرة الأصلة دي أصلا بينشفوها وبيقوموا بيدقوها، بيعملوا منها حاجة اسمها خميس تويرة. الزول اللي عنده طالب قرا في الجامعة ولا كده بيكون لازم أهله يعملوا له السفيهة بتاعت خميس تويرة عشان يسافر بيه ويجي. خميس تويرة دي بيكبوا فيها سمسم محمص، حبة فول، بيكبوا معاها سكر شوية، حبة ملح، حبة شطة. وشكرا لكم. الناس تشير الفيديو لطفا.